لا يرحم امك، احنا اللي خليناك تزيد، احنا اللي خليناك تبقى عايش في دور البطولة، احنا اللي خليناك واخد الثقة قوي قوي في نفسك. بص بقى يا برنس، مدرب سان داونز بيقول لك ايه؟ بيقول لك الاهلي بعد كل ماتش معانا بيطلع يشتكي من التحكيم وانا مش عارف ايه القصة ديت. بص يا ابني، انت يا ابني عشان ما تتعبنيش معاك، هو احنا بنطلع نشتكي ولكن بيبقى فيه فعليا اخطاء تحكيمية، بيبقى فيه فعليا اخطاء تحكيميه، ولكن وحط تحت كلمه ولكن دي 9000 مليون خط. دوت مش مبرر على ان ادائنا حلو، يعني ادائنا كان حلو، لا ده ادائنا كان زي الزفت. ادائنا كان زي الزفت. ما احنا لو بنعرف نلعب قدامكم في جنوب افريقيا ولاعيبتنا بتروح عندها ثقه ولاعيبتنا بتروح عندها بص الحافز ان هي تكسب هناك، كنا ما خليناكش تزيط الزيطه دي، ما كناش خليناك تطلع في المؤتمر الصحفي تقول التصريح ده، ما كناش خليناك بعد المباراه تقعد ترقص وتهلل. اما احنا اللي عملنا كده، احنا اللي عملنا كده. اما احنا لو كنا في ماتش هناك قدرنا نقفل صح، قدرنا نركز، قدرنا نخلص، كنا ما خليناكش نزيد. انت كل مره كده يا ابني، انت كل مره كده. ولكن يا برنس، مطلوب من لاعبتنا بكره باذن الله التركيز، التركيز. ننزل ناكل النجيره، ننزل نرد على التصريح ده في الملعب، ننزل نموت نفسينا في الملعب، نبقى مركزين مش 90 دقيقة 180 دقيقة، يعني حتى بره الملعب تركز وقبل الملعب تركز، لأن ماتش بكرة ده مهم. ماتش بكرة ده مهم. ده إيه؟ ده ماتش ثانوي، ده مش ثانوي عام، يعني ثانوي عام ممكن تجيب مجموع إيه؟ يعني ده ماتش أصعب من الثانوي العام، ممكن تجيب مجموع 56 قصدي 96 وتعدي. لا يا باشا، ماتش بكره ده لازم تجيب 100%، لازم تجيب 100% عشان تعدي. انت فهمت؟ يعني ماتش بكره ده اصعب من الثانوي العام، فاحنا عاوزين تركيز، عاوزين تركيز. ماشي. قصه امام اقول لك ده عشان المدرب ده كان مضايقني الصراحه. قصه امام مع كولر، امام وكولر، هقول لك الحوار. امام يا برنس ما كانش مصاب، امام ما كانش مصاب حرفيا. اللي حصل ايه؟ اللي حصل يا برنس، بعد مباراة سيمبا، بعد مباراة سيمبا وقبلها بتمرينتين، امام مش بيتمرن كويس، امام مش بيتمرن كويس. وده احساس بيوصل لاي لاعب مصري ان بعد ما خلاص بقى حاجز مكانه في التشكيل الاساسي ما بيديش 100% في التمرين، ما بيموتش نفسه في التمرين. ما انا كيكا هلعب، ده اللي كان واصل لامام، انا كيكا هلعب، ده انا نجم. فكولر حس ان في التمرين امام مش بيديله 100%، امام مش بيموت نفسه زي ما كان في الاول بيموت نفسه في التمرين عشان يلعب. فامام ابتدى ايه بلغه الكوره كده يتدلع شويه. فكولر اتكلم معاه، اول لما اتكلم معاه يقول له شد ومش شد، امام قعد يشتكى كذا مره في التمرين يقول له دي اصابه ومش اصابه. فكولر حس ان امام ايه عمال يتدلع ومش بيتمرن عشان خلاص بقى حجز نفسه. فراح جاي برنس في رحله جنوب افريقيا قال له طب ريح يا امام. قال له ايه؟ طب ريح بقى، يعني عيش بقى انت ايه مع الوهم بتاعك ده. فخلاه يريح. وساعتها صفحه الاهلي طلعت بيان ونزلوا على صفحتها، قالوا لك ايه؟ ان امام عاشور ما سافرش لرحله جنوب افريقيا بسبب من اشعه الرنين ومش الرنين، اركن الحوار ده على جنب، لان امام جاهز اساسا. بس كولر هو حاسس ان امام هيتكبر عليه، فكولر قال له ايه يعني باللغه كده، قال له طب ريح بقى، ما انا ما عنديش لاعب اساسي ولاعب احتياطي، طالما انت مش بتديني 100% في التمرين مش مطلوب. النهارده كولر في المؤتمر الصحفي اعلن رسميا ان امام جاهز، هو اعلن قال لك امام جاهز. ولكن القصه هي كانت كده، ان كولر ما بيحبش حد يتهنك عليه وما بيحبش حد يتلوى عليه، فهو امام حب يمشي في السكه دي. فطالما امام هتمشي في السكه دي لازم واحد يجي يروح قرصك. وحلوه الحركه اللي عملها كولر، وحلوه الحركه اللي عملها كولر. فلما ركنوا في ماتش سان داونز وهو محتاجه ركنوا. ما انت ممكن اجيبك، يعني بص ممكن اجيبك وتلعب وتنزل في الملعب ما تدينيش برضه، ما انت في التمرين مش بتتمرن كويس، فتيجي في الماتش تلبسني انا في الحيط. انت فهمت القصه؟ فتيجي في الماتش تلبسني انا في الحيط. فحلوه اللي عملها جدي كاريرو الحركه ديت، حلوه قوي يعني. ولكن ده ما يدلش ان ماتش بكره صعب، ده ما يدلش ان ماتش بكره مهم، ده ما يدلش ان ماتش بكره لازم نكسب، لازم ولا بد نكسب.
ماتش صعب جدا والله العظيم، ماتش صعب جدا. هقول لك برده كده يا برنس على التشكيل من وجهه نظري كده على السريع. هيبقى عندك الشناوي في حراسه المرمى، التشكيل انا نفسي يبدا بيه. الشناوي في حراسه المرمى، 2 قلب دفاع يكون محمد عبد المنعم اساسي، وياسر ابراهيم جنبه، ويركن رامي ربيعه، وناحيه اليمين محمد هاني وهنرجع له، وناحيه الشمال علي معلول. والثلاثه بقى بتوع نص الملعب مين؟ عاوز اليو ديانج وامام عاشور يلعب وكوكا الثلاثه دول يكونوا في نص الملعب. اما الثلاثه اللي يكونوا في الهجوم فانا عاوز بيرسي تاو ناحيه اليمين، وحسين الشحات ناحيه الشمال، وكهربا في الهجوم. لو تاو عامل شويه فيا باشا هات رضا سليم مكان تاو، ماشي. مش قلت لك هنرجع لمين؟ هنرجع لمحمد هاني. محمد هاني لو لعب الشوط الاول وقدرنا نجيب الماتش وجبنا جونين والماتش مشي معانا كويس وكل حاجه، اسحب محمد هاني وانزل اكرم توفيق. ان اكرم توفيق هحتاجه بعد كده في الماتشات اللي جايه. ان محمد هاني في النواحي الدفاعيه مش ولا بد، واكرم توفيق لو رجع افتكر ان اكرم توفيق قبل ما يتصاب كان حاجز مكانه. افتكر ان اكرم توفيق قبل ما يتصاب كان واخد الحته دي غسيل ومكوى. كان ما بيعديش نفر، دبانه ما بتعديش منين، الراجل تعالى هنا. ده كان اكرم، كان يقول لك راجل قرب هنا. ودوت يا برنس التشكيل من وجهه نظري. وانا توقعاتي الاهلي هيكسب 3-0. ما تنساش انك تنزل في التعليقات تقول لي توقعاتك. سلام.